السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن شويخ، صحفي متخصص في اقتصاديات الرياضة. قررت إن أنا أعمل البودكاست ده علشان أتكلم بشكل عام في شيء مهم جدا الناس دايما بتغفله، والكلام ما بيبقاش فيه بشكل كبير، وهو اقتصاديات الرياضة. رحلتي مع اقتصاديات الرياضة بدأت في سنة 2018، وقررت ان انا اكمل في المسيرة دي، والحمد لله حققت نجاحات ملموسة. وكان ربنا أنعم عليا بإني يبقى لي دور في بعض البحوث والدراسات الهامة والملفات الخاصة باقتصاديات الرياضة، وتحديدا كرة القدم في الوطن العربي، من خلال دوري الشرق المالي اللي صدر في أغسطس الماضي، ثم دوري الشرق النسخة السعودية، ومونديال الشرق اللي كان خاص بكأس العالم في قطر، والاقتصاديات المرتبطة بالنسخ السابقة. وحبيت ان انا اكمل المسيرة دي باني اعمل بودكاست اسبوعي هنتكلم فيه دايما عن اهم واخر الاحداث الاقتصادية الرياضية على مدار الاسبوع. وهنطلع كل اتنين نحكي مع بعض ايه اهم الاحداث ونعلق عليها. الفكرة كلها دايما الناس بتحب الكورة، وبتحب ما يحدث داخل الملعب. احيانا كتير ما هو خارج الملعب ما بيلفتش الانتباه، والناس ما بتبص على اقتصاديات الرياضة او كرة القدم بشكل عام، فقط في فكرة الانتقالات، شراء اللاعبين وانتقالهم من نادي لنادي. ده مرتبط طبعا بشكل كبير بما يحدث داخل الملعب، الرغبة في ان انت فريقك يكون في افضل صورة ممكنة، ويضم افضل النجوم في الملعب. لكن علشان ده يحصل لازم يبقى ليه ترتيبات كبيرة جدا خارج الملعب، مرتبط بوجود ملاءة مالية داخل النادي، وظروف اقتصادية، وقدرة على التمويل والاستثمار، وأشياء وأمور كبيرة جدا هنشرحها ونتكلم فيها ونناقشها مع بعض على مدار الحلقات القادمة إن شاء الله. في البداية أحداث الأسبوع ده كانت متعددة ومتنوعة. أهمها طبعا الحدث الأكبر كان الاتهامات الموجهة لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أو الخاصة بخرق قوانين اللعب المالي النظيف، واللي تم فيها توجيه 100 اتهام للنادي بارتكاب مخالفات تعود إلى عام 2009، بعد ما قامت مجموعة أبو ظبي المتحدة بالاستحواذ على النادي. والحقيقة إن الموضوع ده الكلام فيه ما هوش جديد، لأنه سبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه وجه اتهامات لمانشستر سيتي. والاتهامات دي طبعا زي ما احنا عارفين إنه في النهاية نادي مانشستر سيتي نجح إنه يثبت براءته منها. والخلال الفترة اللي فاتت خرج أكتر من تقرير تحدث عن ارتكاب نادي مانشستر سيتي لمخالفات مالية، كان أبرزها أعتقد أنه من صحيفة مجلة كيكر الألمانية، وكان في مراسلات تم الكشف عنها من خلال أنه بعض تحويلات الأموال كانت بتتم من خلال الناس الموظفين اللي في النادي مع الإدارة في أبو ظبي، وكان طريقة الإدارة المالية فيها بعض الأمور والخلافات، وأثارت شيء من الجدل لدى الصحافة الأوروبية.
طبعا الموضوع له حساسيته على المستوى العربي زي ما احنا عارفين، وفي نفس الوقت القصة زي ما هي معروفة للجميع، انه الاندية المملوكة لدول على غرار مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد، شيء طبيعي جدا انها تلاقي دعم من الحكومات اللي تابعة ليها، لأنه الهدف الرئيسي لشراء مثل هذه الأندية هو في الصورة العامة هو استثمار. أكيد هو استثمار طبعا، ولكن بجانب هذا الاستثمار هو جانب دعائي وقوة ناعمة لهذه الدول. فشيء مهم جدا ان الناس تضع في عين الاعتبار انه مش في كل الاحوال المكاسب بتكون مالية من شراء الأندية. يعني فكرة انه اشتريت نادي فانا السنة دي لازم دفعت 100 فدخلي لازم يبقى 101 110 120، ده مش هيحصل في الرياضة بشكل عام، لانه الاستثمار الرياضي عموما استثمار طويل الأجل، آثاره بتعود بعد فترات زمنية متباعدة. على سبيل المثال اللي بيحدث حاليا في نادي مانشستر يونايتد. نادي مانشستر يونايتد وهنتكلم عنه لاحقا مثلا بيأمل في انه يوصل ل 6 مليار جنيه استرليني او وما هو اكثر، يعني الحد الادنى 6 مليار جنيه استرليني في عملية بيع النادي. ممكن يوصل لأكتر، ممكن يوصل إلى ما هو أقل، ولكن لو رجعنا للمسيرة نفسها فعائلة جلايزر اللي هي اشترت النادي كان تقريبا ب750 مليون استرليني. أي نعم تم إنفاق كبير على النادي وحدث بعض الهفوات المالية من إنفاق في صفقات لم تحقق عوائد، لكن في النهاية تكونت علامة تجارية كبيرة للنادي. فهو تحول هنا في عملية البيع من انه السلعة دي بقت علامة تجارية كبيرة جدا، واصبح العائد منها بدل ما انا هدفع انا اشتريت ب750 فانا صرفت مثلا 3 مليار، في الاخر انا لما هبيع هبقى كسبان مبلغ كبير. فده جزء اساسا من صناعة العلامة التجارية لأي نادي، وإن أنا أقدر أستفيد من المردود المالي للعائد على هذا الاستثمار. طيب إيه اللي بيحصل؟ إيه ليه الاتهامات اللي وجهت لنادي مانشستر سيتي حاليا؟ فالأمور بتتعلق برواتب المدير الفني ورواتب اللاعبين وبعض الإعلانات الخاصة بالفريق، الرعاية التجارية الخاصة بالفريق. طيب هل مانشستر سيتي هيعبر هذه الأزمة؟ من وجهة نظري يعني أعتقد أنه مانشستر سيتي هيقدر أنه يتجاوز الموقف ده، وفي كل الأحوال يعني العقوبات لو تمت ما اعتقدش انها هتبقى ذات تأثير كبير جدا على النادي. يعني أزمة وهتعدي مع الوقت، ومانشستر سيتي في الفترة الأخيرة بدأ فعليا انه يتحول إلى علامة تجارية كبيرة جدا، وتغير الوضع عما كان قبل ما مجموعة أبو ظبي تمتلك النادي. طيب نسيب مرحلة مانشستر سيتي وندخل في مانشستر يونايتد وعملية البيع، وهو برضو واحد من أبرز الأخبار، ودخول قطر في عملية شراء النادي اللي المفروض العطاءات أو العروض تقدم يوم الجمعة المقبل 17 فبراير لشراء النادي.
مبدئيا كده عائلة جلايزر اللي هي مالكة النادي اتخذت القرار ببيع النادي، عطفا على انه ده انسب وقت ممكن يبيعوا فيه النادي، في ظل انه في حالة رواج ورغبة من المستثمرين في شراء الأندية سواء امريكان او عرب، وخصوصا من الجوانب العربية. أقوى العروض المقدمة طبعا هو عرض جهاز الاستثمار، جهاز قطر للاستثمار. وجهاز قطر للاستثمار كان الكلام على انه في صعوبة في ظل ان نادي باريس سان جيرمان مملوك لجهاز الاستثمار، جهاز قطر للاستثمار. لكن المفاجأة كانت انه في صيغة معينة تم التواصل ليها تمكن جهاز قطر للاستثمار من شراء مانشستر يونايتد. وأكاد أجزم أنه لو في أن عملية البيع لو تمت بالفعل الموضوع غير قابل للمنافسة، زي ما صدر العنوان اللي ديلي ميل الإنجليزية قالت عنه إنه العرض القطري عرض غير قابل للمنافسة. ليه؟ لأنه الضخ المالي بالنسبة لجهاز قطر خلاص هم عايزين يشتروا النادي، هيشتروا النادي. كانت المشكلة الرئيسية في الموضوع إنه اليويفا بيقول إنه لا يحق لأي نادي إنه يمتلك أكتر من 30% في ناديين، ولأي جهة أو مالك إنه ما يمتلكش 30% من ناديين. ولكن كان في حاجة تم التوافق عليها مع اليويفا، هي دي النقطة اللي هتقلب الموازين لصالح جهاز قطر للاستثمار في الموضوع. ايه هي؟ انه الاستثمار في مانشستر يونايتد هيتم من خلال إدارة مختلفة تماما عن إدارة ناصر الخليفي في باريس سان جيرمان. هيبقى في هيكل إداري مختلف للنادي تماما، ولا علاقة له تماما بباريس سان جيرمان، من حيث انه مش هيبقى في تضارب مصالح مع باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد. هيبقى في إدارة جديدة تماما لنادي مانشستر يونايتد، وميزانية مالية منفصلة وهيكل إداري مختلف جدا عن الموجود في باريس سان جيرمان. وده هيبقى مقبول للفيفا، هيبقى مقبول للفيفا على غرار تجربة موجودة بالفعل. ايه هي التجربة الموجودة؟ هي تجربة ريد بول لايبزيج، نادي ار بي لايبزيج الألماني، وريد بول سالزبورج النمساوي. المالك هو واحد، شركة مشروبات الطاقة ريد بول، وفي نفس الوقت بتمتلك الناديين. الإدارة هنا منفصلة، لكن الممول في الآخر هو ممول واحد. إذن في مخرج تستطيع من خلاله الإدارة القطرية الاستحواذ على مانشستر يونايتد. طبعا العرض القطري بحسب ما تم تداوله هيكون حوالي 5 مليار استرليني، بالإضافة إلى 1.2 مليار استرليني لتطوير وإعادة بناء ملعب ستانفورد بريدج. طبعا العرض هيبقى كبير جدا، ويصل إلى أنه هيبقى واحد من أكبر العروض في تاريخ الرياضة، ونقلة نوعية مختلفة تماما في شراء الأندية. الأوضاع
زي ما حضراتكم عارفين انه المنافسة قوية مع جيم راتكليف. جيم راتكليف ده واحد ملياردير بريطاني، ما ان يخرج اي رغبة لدى اي نادي او لدى ادارة اي نادي في البيع، تجد هذا الاسم متواجد دائما في صدارة الراغبين في الشراء. يدعمه بعض العلاقات القوية مثل صناديق الاستثمار الأمريكية، سواء جولدمان ساكس أو جي بي مورجان. فللأمانة هو راجل لديه الرغبة في امتلاك نادي، ولكنه يعاني دائما من صعوبات تنفيذ هذه الرغبة. هو مشجع طبعا لنادي مانشستر يونايتد، ولكن أعتقد أن فرصة هذا الرجل في امتلاك النادي صعبة جدا للغاية. هناك بعض العروض السعودية أيضا تبدو في الواجهة، لم يتم الإعلان عن الراغبين أو المجموعات، في حديث عن مجموعتان سعوديتان لديهما الرغبة في شراء نادي مانشستر يونايتد. لم يتم الكشف عن اسم هذه أي من المجموعتان، وأعتقد أنه يعني الأمور تميل أكتر باتجاه جهاز قطر للاستثمار. عموما خلال الأيام المقبلة سيتم الكشف تماما عن الراغبين في شراء نادي مانشستر يونايتد. في حاجة كمان كانت مسار جدل كبير هذا الأسبوع، وهي التقرير الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم بانتقالات شتاء 2023، وكذلك التقرير صدر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. التقريرين كان فيهم علامات استفهام كبيرة جدا على كم الإنفاق المالي الرهيب للأندية، وخصوصا الأندية الإنجليزية. الأندية الإنجليزية صرفت في الانتقالات الدولية، وهي الانتقالات ما بين اتحاد واتحاد آخر، حوالي 900 مليون دولار، وهو رقم كبير جدا إذا ما علمنا أن إجمالي كل التعاقدات في العالم كله حوالي 1,570 مليون دولار. فيبدو أن يعني من خلال الأرقام واضح جدا أن الدوري الإنجليزي أصبح هو اقتصاد العالم تقريبا، يعني بعيد جدا عن ما يحدث في فرنسا، ما يحدث في أسبانيا، ما يحدث في ألمانيا. كل هذه الأمور بعيدة تماما عن إنجلترا. والدوري الإنجليزي بما تحققه الأندية من ربحيات من عوائد البث وتحصل عليه، بات يمثل نقطة قوة كبيرة جدا في اقتصاد كرة القدم في العالم. لكن الشيء السلبي دايما إن ما نجد الأندية الإنجليزية ميزانيتها تخرج بالعلامة الحمراء أو السالب. معظم آخرها توتنهام لسه الأسبوع ده أكشف عن التقرير المالي الخاص به، وكان فيه خسارة حوالي 53 مليون استرليني. هناك أزمة كبيرة في طريقة إدارة كرة القدم في العالم. هناك حالة كبيرة جدا، الأجور مرتفعة
بشكل غير عادي. أسعار الانتقالات، رسوم الانتقالات نفسها، يعني فكرة إن نادي تشيلسي ينفق 611 مليون دولار في الانتقالات صيف 22 وشتاء 23، أمر غير طبيعي. وحتى يعني هو أمر بعيد عن، يعني لسنا في مجال لمناقشة النتائج أو التأثيرات، ربما يكون بيبني فريق للمستقبل، ولكن ما هذا الإنفاق، ما كم هذا الإنفاق الرهيب. يعني الوضع يبدو غريب جدا، ويبدو غير عقلاني أو غير طبيعي. إدارة تود بويلي من سيطرتها على النادي بدأت في سياسات جديدة. يبدو أن الرجل متأثر بعض الشيء بما يحدث في دوريات كرة القدم الأمريكية، الباسكت، التنس وخلافه، وطرح أفكار شبيهة من هذا النوع من المنافسات مع كرة القدم، ولاقت سخرية طبعا البعض. ولكن الرجل لديه توجه معين، وهو أنه يريد إثبات وجهة نظره. حتى الآن لم نرى أي آثار، حتى الآن لم نرى أي آثار إيجابية في تجربة تشيلسي يعني. ولكن زي ما اتكلمنا في البداية وقلنا إن الاستثمار ده استثمار طويل الأجل، يعني ممكن نقيم التجربة مش أقل من 5 سنوات علشان نقدر نقول إن التجربة دي ناجحة أو غير ناجحة، أو ممكن يكون الإدارة بتاعتها خطتها عاملة إزاي. طيب، ده الوضع خارجيا. زي ما احنا متابعين، كمان كان في تصريح مهم جدا لرئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين. قال فيه إنه حذر الأندية من الإنفاق الزائد، وخصوصا في ظل إنه هناك نمو كبير جدا في الإنفاق وإيرادات والتشغيل، مصروفات التشغيل ومصروفات أجور وفواتير أجور اللاعبين، يقابله نمو بطيء أو قليل في الإيرادات التجارية. وبالتالي لا يوجد توافق ما بين العنصرين، الإيرادات والمصروفات، وهو ما يتسبب في أزمة كبيرة جدا. ننتقل محليا أو إقليميا، يعني خلينا نتكلم عن المنطقة العربية. ودايما في مقارنة بتحصل بين الدوري أو إدارة كرة القدم في مصر وفي السعودية وفي المغرب. الفكرة الرئيسية في الموضوع ده إنه كل نموذج مختلف عن الآخر. يعني الأندية في السعودية بتحظى بدعم كبير من الدولة، وبتحصل على دعم مالي وصل العام الماضي حسب دوري الشرق النسخة السعودية قرابة 1.4 مليار ريال سعودي. وبالتالي الأندية لديها أكثر من ظهير مالي، لديها إنفاق حكومي، لديها شركات رعاة، ولديها عنصر بيع اللاعبين ليس في أفضل حالاته بالنسبة للمملكة العربية السعودية. يعني
مش الدخل منه مش كبير. إيرادات الجمهور الدخل منه مش عالي. الحقوق الخاصة بالبث التلفزيوني مش أعلى حاجة، يعني مش مبهرة، يعني عادية. لكن هناك أعضاء الشرف، الدعم الخاص بالتبرعات، هناك الدعم الخاص من الحكومة، هناك الرعاة، وبالتالي الإنفاق غير طبيعي جدا، وجودة المنتج نفسها وصلت لمرحلة العالمية. لما نعرف إنه حوالي 150 دولة بدأت تنقل الدوري السعودي في ظل وجود كريستيانو رونالدو، فعلينا أن نعرف أن الدوري السعودي في طريقه إلى التحول إلى منطقة أخرى أعلى من الحديث عنها عربيا، غير قابل للمنافسة. فده نموذج لوحده. ولكن النموذج المغربي إيه قصته؟ المغرب جزئين. الجزء الأول المنتخب بتاع المغرب، وهو من لاعبين متواجدين في أوروبا تماما، قليل جدا منهم المتواجد في المملكة المغربية. تشكيلة المنتخب المغربي التي شاركت في كأس العالم كانت تضم حوالي 15 لاعب من مواليد أوروبا أو كندا، على غرار ياسين بونو، وإن كان ياسين بونو لاعب في الوداد في مراحل مبكرة من عمره. ولكن الفكر هنا والطريقة مختلفة تماما. فقوام المنتخب من عقليات تمارس كرة القدم بالطريقة الأوروبية، فده المنتخب جزء منفصل. لكن محليا الأندية المغربية لديها مشاكل مالية. الأندية عموما في السعودية وفي المغرب وفي مصر وفي تونس، معظم الأندية العربية تعاني من مشاكل بسبب انتقالات اللاعبين، ولديها قضايا معلقة في الفيفا، ولديها مشاكل من هذا النوع كثيرا. يعني في الجزائر نفس القصة، يعني فحتى لا نفرق، يعني فهناك مشكلة إدارية في إدارة هذه المنطقة تحديدا من كل الدول، من جميع الدول. في جميع الدول العربية هناك سوء استخدام من الإدارات لملفات الانتقالات اللاعبين. وجزء أساسي من هذه الأزمة هو أن الإدارات ليست محترفة، هي إدارات تابعة للحكومة ومن المتطوعين. والأندية أندية بالطبع معظمها حكومي، باستثناء النموذج المصري الفريد من نوعه متعدد الهويات، ما بين أندية حكومية وأندية تابعة لهيئات وقطاع أعمال، وأندية تابعة لشركات خاصة. فهي نماذج معقدة من الأندية في مصر، مختلفة عن الأندية الأخرى. المغرب هناك طريقة ذكية بعض الشيء في إدارة ملف الانتقالات، في القدرة على تسويق اللاعبين. لديهم القدرة على جذب اللاعبين صغار السن من القارة الإفريقية وتطويرهم وإعادة تسليط الضوء على مستواهم، وبالتالي بتنهال عليهم العروض، فبيتم الاستثمار فيهم بالانتقال. النموذج المصري هو نموذج خليط. نموذج الأندية أحيانا لا تفرط في اللاعبين، وأحيانا تفرط في اللاعبين وفقا لظروف المالية للنادي، هي التي تتحكم في مسألة بيع عقود اللاعبين، على غرار ما حدث مع إمام عاشور في نادي الزمالك.
لكن الأندية في مصر لديها تشبث في عملية بيع اللاعبين، هو ده الأمر المنطقي والطبيعي إلا في بعض الحالات النادرة. الأندية المصرية تحاول جذب اللاعبين بأسعار مرتفعة وتمنحهم رواتب عالية، وفي نفس الوقت هي أندية اقتصاديا خاسرة تماما. فنموذج المصري نموذج معقد. الحقوق الخاصة بالرعاية ليست في أفضل الحال إلا بالنسبة للأهلي. العقود الخاصة بالبث التلفزيوني شبه لا شيء تقريبا، باستثناء الأهلي وبعض الشيء الزمالك، لكن في الأساس باقي الأندية لا تستفيد من هذا البند بالشكل اللازم. فالأمور والمقارنة حتى نضع الأمور في نصابها، الدوري المصري دوري غير محدد، الأندية غير محدد، الهدف الخاص بها غير محدد وغير معروف. لا هي أندية ترغب في أن يكون الدوري على منتج قوي يكون شبيه بالدوريات الكبرى، ولا هو منتج يمكن الاستثمار في لاعبيه على غرار التجربة المغربية. حلقة أظن أنها بداية طويلة جدا. نرجو من هذه البداية أن تكون وصلنا للشكل والمضمون والمعلومات اللي ممكن تكون مفيدة ليكم. وإن شاء الله الأسبوع المقبل سنتناول العديد من الملفات الأخرى في اقتصاديات الرياضة، سواء كرة القدم أو الرياضات الأخرى سيكون لها حيز من الاهتمام. ونلقاكم إن شاء الله على خير، وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.